السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم البنات في قناه حلويات جميله التازيه. كنرحب بكم اليوم في وصفه جديده ونهار جديد، وكل نهار ونهار نبداو ان شاء الله. عندي هنايا بسطيله ديال الدجاج. هانتوما البنات راني غاسله الدجاج مزيان نظفاه. عندي جوج ديال الفرارج غادي نديرو هنايا، جوج ديال الدجاج، وغادي نديرو العطريه. نبداو ان شاء الله. عندي هنايا المقادير والطريقه في نفس الوقت. البصله غادي نشلضوها وندوزوها في الهشوار. عندي هنايا 4 كيلو، في كل فروج كندير 2 كيلو باش كتعطيني التغميره مزيانه. عندي هنايا البنات شويه ديال القرفه، غادي نديرو شويه ديال القرفه وشويه ديال الملحه، حيت ما نكثروش الملحه حيت الدجاج اصلا راه مغسول بالملحه، ما نكثروش الملحه بزاف. وغادي نديرو هنا 2 معالق ديال الخرقوم بلدي. بسم الله. حيت ما غاديش نديرو الملون، غنديرو سكينجبير، البزار اللي عندها البزار الكحل الابيض ديرو. انا عندي هنايا راه مصايبه على يدي، راه مغربل. غادي نديرو واحد المقدار قليل سكينجبير، اللي خصنا نكثرو من السكينجبير حيت السكينجبير كيتواتى بزاف مع الدجاج. غادي نديرو هنايا ان شاء الله باذن الله 2 معالق كبار ديال السكينجبير، 2 معالق صغار عفوا السكينجبير. وغادي نديرو هنا عويدات ديال القرفه ودامه ديال 2 دامات نتاع الزعفران، دامتي ديال الزعفران. وغادي نديرو كاس ديال زيت المائده، وكاس ديال كاس لاروب زيت الزيتون، زيت العود. بسم الله. انا هاد البسطيله ديالي ما كنضيفش فيها الماء كاع، كنضيف فيها البصله اللي كتطلق الماء. ومن طبيعه الحال البنات هنا غادي ندير السمن البلدي، السمن الحر. غادي نضيف واحد المعلقه. بقاو معايا ندوز نشلل البصله ونرجع لكم على ما نقوم الدجاج ديالي. كما كتشاهدوا الدجاج خصو يدخل له شرموله. غادي نفرقو في واحد الاناء اخر باش نخليه يدخل شرموله فيه مزيان. هنايا البنات غادي نزيد واحد المعلقه ديال السمن، وغادي نضيفوا واحد الكميه ديال البصله مشلوضه، وما غاديش ندير الماء لان البصله غادي تطلق الماء ديالها. وهنايا حيت درت 2 كوكوطات حرا باش طيب الدجاج على نار متوسطه باش كل حاجه طيب رقه وطريقها. وغادي نغلقوا الماء، غادي نسدوا البوطه، غادي نسدوا الكوكوط عفوا غادي نسدوا الكوكوط وغادي نقصوا على النار متوسطه. وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو البنات. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونخليو الكوكوط الدجاج ديالنا يطيب ونرجع لكم ان شاء الله. غادي نقصوا البوطه ونخليو الدجاج ديالنا يطيب على نار متوسطه، ويطيب على خاطرو ياخد حقه في الطياب. كما كتشاهدوا البنات غادي يطيب غير في الزويته ديالو والبصيله ديالها. ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو نفركوا اللوز، وغادي نسيبوا المعدنوس ونوجدوا البيض ديالنا بسيطلات عاديين ضيافه. واحد لا كوموند شي ناس كليانات ديالي بغات 2 بساطل ان شاء الله بالصحه والراحه، وعقبال كوموند اخرى وكوموند اخرى وكوموند اخرى. والله يجعل ايامنا كلها افراح ومسرات يا ربي يا ربي ان شاء الله. التيسير والجميع. بقاو معايا البنات باش ما نطولش عليكم لا فيديو. ندوز نفرك اللوز ونرجع لكم.
ما طاب الدجاج ديالنا صفيناه نخليوه كيستقطر، ندوزو نعزلو اللحيمه ونحيدو العظامات ونخليو البصله ديالنا تشحر، التغميره ديالنا تشحر. البنات هانتوما كتشوفوا راني ما درت لا ما لا حتى شي حاجه، غير البصله ونقصت عليها البوطه على نار هادئه. ديك البصله كتطلق الماء ديالها. ردوا البال البنات المبتدئات، الله يعطيكم الرضا ما ديروش الماء لان البصله 100 صلاه على النبي، وغادي نخليوها تشرب على خاطرها ومع عمليه ديال التحريك. ومن بعد غادي نديرو هنايا المرحله ديال البيض. بقات لنا المرحله ديال البيض والمعدنوس. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو ونرجع لكم، وما تنساونيش بلي لايك والبارطاج للفيديو باش يعم الفائده للجميع ان شاء الله. البنات انا رجعت لكم التغميره ديالي البصله هي هذه، راه خليتها كتشرب. عندي هنا زليفه صغيره ديال السكر سنيده حبيبات ومعلقه ديال القرفه غادي نضيفهم، وعندي هنا 2 معالق ديال الزبده. هنايا نخلطو ان شاء الله مزيان 2 معالق ديال الزبده البنات. وغادي نخلطو حتى تعلك وندير البيض ديالنا. وتبقى لي المرحله الاخرى لان خصكم ضروري هاد المرحله هادي. واللي عندها العسل دير العسل، انا درت سنيده كتجي معلكه زوينه. ونقابلوا التغميره ديالنا حتى تشرب مزيان ونرجع لكم ان شاء الله. انا درت البيض بعد ما خلطته مزيان، درته على التغميره ديالنا هو كيطيب. وانتي يدك ويد المغرفه ديال العود كتحركي في التغميره حتى كتوقح وكتشرب مزيان. وكنديرو انا درت هنايا البنات 20 بيضه، هلا حقاش عندي كل بسطله كندير فيها 10 البيضات. وكنبقاو نديرو البيض غير بالتدريج شويه بشويه حتى كيطيب البيض ديالنا مزيان. وكنخليو هذيك الساعات كيطيب على خاطر حتى كينشف التغميره ديالنا، ما كيتبقى فيها كاع حتى قطره نتاع الماء، واخا انا ما دايرهش الماء. المهم انا هنايا ولا بد خصني القهوه ديالي. ما بغيت نشارك معكم كل ما كندير، بغيت نشارك مع الاخوات ديالي. مره كنطيبها بالعطريه، دابا عاود شقات لي على القهوه مقطره، بغيت نشارك معكم. ضروري كنخدم اولا كندير الحلوه خصني ضروري الدقيقه ديالي. ايوا البنات ما شهيتكم في هذه القهوه، صراحه قهوه رائعه كترد المجاج. راه ما ينطر كلشي في الصباح. صبحنا عسين وانا نت بكري باش نقضي شغالي بكري في الصباح، باش نحيد عليا لا كوموند. تابعني الكعبه نطيب الكعبه، تابعني البساطل نطيب البساطل. ايوا البنات صحتكم وما شهيتكم في هذه القهوه. ايوا نبقاو حنايا يدينا ويد التحراك حتى لاخر الفيديو، ما تمشيو فين.
رجعت لكم البنات من بعد ما وقفت التغميره ديالي ونشفتها ودرتها في الفريجيدير حتى نشفت مزيان وبردت مزيان باش ما تقطعناش الورقه ديال البسطيله. هنا دزنا صيبه اللوز طحنته مع السكر كلاصي اولا سنيده والقرفه. الدجاج ديالي هو هذا، هانتوما حيدتلو العظيمات الجليدات ديالو فرتتو، والورقه ديالي هي هذه، وديك الدميعه ديال التغميره اولا الليدام ديال التغميره انا ما كنضيعوش، يعني كنجيبو كنحتفظ به، وهذا كنحتفظ به كنردو على البوطه. عرفتي راه غير الدميعه تماك ديال الليدام، وبه غادي ندهن الورقه ديال البسطيله ديالي. وبقاو معايا حتى نمونطي البسطيله.
وصلنا للاخر الطبق ديالنا التقديم النهائي. ذوقنا بليزامون دي فيلي والعسل الزوينه الحره. وكما كتشاهدوا البنات كنتمنى هذا الطبق ديال البسطيلات ينالوا الاعجاب ديالكم. واللي مازال ما اشتركش في القناه كنتمنى ان شاء الله يشارك ويبارطاجي الجروب ديالو الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده ان شاء الله. وشكرا لكم وبصحتكم وراحتكم وفي وصفة أخرى ودمتم في رعاية الله.